لماذا الحج السني أغلى من الحج الشيعي، وأغلى من الحج البوذي، وأغلى من الحج المسيحي، وأغلى شعيرة في العالم؟ هل هو زيادة إيمان ورحمة، أم هو استغلال وفساد؟ لماذا في العراق مثلا يقول لك أهل كربلاء والنجف الأشرف كل الحب والتحية لهم، يراسلوننا برسائل ويقولون عبر التعليقات في السوشيال ميديا، وصلتنا رسائل كثيرة، يقول لك عندما يأتينا الزائر للإمام الحسين عليه السلام نعطيه نقود إذا أراد، فلوس يعني، ونغسل يديه ورجليه من مبدأ الاحترام وليس الخوف أو الإهانة. يحترمون الضيف، وأنتم تعرفون قالت العرب: من لا يكرم ضيفه لا يؤمن حتى بالله. إنهم يكرمون زوار الحسين عليه السلام. يقول لك من البصرة إلى واسط إلى الكربلاء والنجف الأشرف والكاظمية، يقول لك تقريبا 350 كيلومتر موائد الطعام على جانبي الطريق، والاهتمام وعبارات الترحيب، وكله بالمجان. وكذلك بالفاتيكان للأخوة المسيحية، وفي كل مكان من العالم إلا في هذه البقعة الجغرافية في الحرم المكي. حتى الحصى في الحرم المكي يباع، يبيعون الحصى، نعم، كيس الحصى $3، يعني إذا جاء 4 مليون حاج 12 مليون دولار ثمن الحصى، ثم يجمعونه مرة أخرى ويبيعوه مرة أخرى للحجاج. الفساد ينخر، نعم. هل هذا إيمان؟ لا، إنه استغلال وشيء لا أخلاقي. نعم، في فريضة من استطاع إليها سبيلا. هذا المقولة من استطاع إلى الحج سبيلا يقول لك من أجل المسافة البعيدة اللي يستطيع، لكن ليس من استطاع يقصد التكلفة هنا، ليس التكلفة، يجب أن يكون بالمجان. ناهيك عن تكت الطيارة، وناهيك عن الفنادق، وناهيك عن الخرفان من القارة الأسترالية التي يشترونها $40 ويبيعونها $400 للحاج على الأقل. وناهيك حتى الماء، ماء زمزم يباع في كل دول العالم، يوزع بالمجان الماء، في كربلاء، في النجف، في الفاتيكان، وفي كل الشعائر الدينية الماء بالمجان. حتى أنه يقول لك الماء بالمجان والناس تسقي الماء، يقول لك نسقي الحجيج. الآن أصبح ماء زمزم بالمال، ويقول لك لا ندري من أين ينبع، معجزة. لا، لو حفرت بالبلدوزر راح تشوف القسطل، أو تشوف البواري، البور الأحمر والأخضر، البواري أو القساطل، نعم، ممتدة، وتعرفون من أين ينبع، وهو عبارة عن فلترة، وأيضا يعتبر نوع من الغش للأمانة. انكشفت اللعبة يا سادة، انكشف كل شيء. إلى متى الضحك على الذقون يتساءل مراقبون؟ أنا أنقل أسئلة الشارع العربي والإسلامي في العالم، الإسلامي حتى في العالم، في كل العالم. يقول لك لماذا هذه التكلفة؟ ولماذا التصاريح؟ لماذا لا يعتبر مزارا دينيا؟ مثلا ما الفرق بين الهرم والحرم؟ الهرم في مصر زخرفة وفعلا إعجاز عمراني ومعجزة في العمران والبناء، ويأتيه السياح من كل بلدان العالم، لا تصريح ولا أي شيء. لماذا لا يعتبر مزارا دينيا بهذا الشكل؟ لماذا؟ إنه حجر مربع بهذا الشكل. حتى طريقة البناء ليست طريقة يعني معجزة أو فيها شيء من الإعجاز، حجر مربع. أما الهرم هو الذي فيه الإعجاز. يقول لك يتساءل مراقبون أيضا من مصر، يتساءلون، ومن كل بلدان العالم. أسئلة كثيرة حول الحج هذا العام، من استغلال، من فساد، من ماء زمزم. كل الماء H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين في كل بلدان العالم. الماء هو الماء، إلا أن ماء زمزم يختلف بحاجة واحدة، إنه يسبب أمراض، خالي من المواد الضرورية المفيدة لجسم الإنسان. هل رأيت أنت الماء الطبيعي مفيد؟ كلنا نعرف ماء النبع. لماذا ماء النبع لا يعتبر مثل ماء زمزم؟ ماء زمزم أخذوا منه المواد المفيدة لجسم الإنسان، مضر ويسبب جلطات ويسبب أمراض في الدم عديدة، وابحثوا عن ذلك، وتأكدنا علميا من ذلك أن ماء زمزم مضر جدا وجدا وجدا. يخدعون عقلكم الباطن، يأخذون أموالكم. يقول لك من كربلاء والنجف يتساءلون أيضا، يقول لك يا أخي نحن نعطي الحاج فلوس، نعطي الحاج الأكل، نرحب به، ويذهب يعني دون أن يخسر ولا فلسا واحدا. حتى تكت الطيارة إلى العراق يقول لك نعطيه أجار تكت الطيارة، وفي الفاتيكان وفي بوذا. لماذا هذه الشعيرة السنية الوحيدة هي المكلفة جدا وجدا وجدا؟ لماذا هذه التكلفة؟ لماذا؟ حتى إنهم يأتي شاب يحمل أمه ختيارة مسنة، يحملها إلى، لماذا لا ترسلون لها صك غفران إلى البيت عبر المكاتب؟
لماذا تجبرون الناس أن يأتون إليكم؟ خلص اصدروا فتوى بصك غفران لكبار السن، تأتيهم ورقة الحج إلى البيت عبر المكاتب، أو DHL أو DHL أو مكاتب التوصيل، وانتهى الأمر. لماذا كل هذه الزحمة؟ لماذا كل هذه التصاريح؟ لماذا كل هذا الغلاء الفاحش؟ يعني تختار بين الحج السني أو تبيع ممتلكاتك. هل هذا إيمان؟ لا، إنه أكبر أنواع الفساد في القرن 21. لماذا لا تعتبروه سياحة دينية يا أخي؟ اللي يجي واللي يروح ضمن ضوابط معينة وخلاص. نفسه نفس زيارة الهرم، نفس زيارة الحرم، مع أن الهرم فيه إعجاز كبير. معليش يتساءل مراقبون. أنا أنقل فقط أسئلة الشارع في العالم العربي والإسلامي. نعم يا سادة، ولولا خراف القارة الأسترالية لن تكتمل مناسك الحج، وقريبا أعتقد سيحرمون هذه الشعيرة أو هذه الفريضة. لماذا؟ نتيجة الغلاء الفاحش، نتيجة الفساد، ونتيجة يقول لك في الشارع، يتساءل الناس في العالم العربي الإسلامي، وأنا هنا أنقل أسئلة الناس، يقول لك أموال الحج تذهب إلى أمريكا. نعم، يرجمون الشيطان بالملايين، ثمن الحصى ملايين الدولارات، وبالتالي تكاليف الحج، الفنادق، الأكل، الشرب، الخرفان وإلى ما هنالك يكلفهم قد تصل إلى عشرات آلاف الدولارات وأكثر في أغلب الأحيان. يقول لك ثم يأتي الشيطان شخصيا، نرجمه بالحصى، ثم يأتي الشيطان شخصيا من البيت الأبيض وآل البيت الأبيض ليأخذوا كل هذه الأموال، ثم يحولونها إلى أسلحة يدعمون بها فلان وعلان لكي يقصف شعوبنا العربية والإسلامية. هل بات تحريمها واجبا شرعيا؟ هذا ما يتساءل به المواطنون وحتى دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي. ضجة كبيرة، فساد كبير في هذه الشعيرة الإيمانية التي يفترض أن تكون مجانية لكي نبدو أخلاقيين وإنسانيين. حتى الماء والحصى يباع في بلاد الحرمين. يتساءل ابن كربلاء أو ابن النجف، يتساءلون لماذا الحج الشيعي يطعمونه خبز العباس، الموائد، الأكل، الشرب، يعطونه حتى النقود، ويغسلون يديه ورجليه احتراما وتكريما لزوار الإمام الحسين، بينما الحج السني يشفط دمك ويخيرك ما بين أن تبيع ممتلكاتك، مثل ما بيقولوا باللهجة العامية، تصفي بالشارع، تصير بالشارع، أو تحج. لماذا هذا العسر؟ ألم يقول الأنبياء يسروا، والصحابة وآل البيت يسروا ولا تعسروا؟ أين اليسر في هذه الفريضة؟ استغلال لأبعد الحدود يصفه مراقبون. نعم يا سادة، أنا فقط أتساءل وفقط أنقل أسئلة الشارع العربي والإسلامي الذي يغلي تجاه هذه الشعيرة في كل عام، وتتزايد الانتقادات عاما بعد عام حول هذه الشعيرة التي باتت ليست إيمانية، بل هي استغلال وشفط أموال الناس بطريقة ممنهجة ودقيقة. أين القائمين على الحرم؟ لماذا لا ينظرون إلى الشعائر الدينية في كل بلدان العالم؟ أكثر من 6400 دين في العالم تقريبا، صفر تكاليف. حتى المناطق السياحية في الهرم ولا في كل مكان، فاتيكان، كربلاء، النجف الأشرف، أشبه بالمجانية. لماذا ماءنا مقدس وماء غيرنا عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين؟ لماذا حجارتنا مقدسة وحجارة الآخرين حجارة عادية، بل نصفها بالأصنام مثل الهرم في مصر اللي يعتبر بناؤه أعجوبة وإعجاز حتى هذه اللحظة؟ نعم، لماذا؟ حجر مربع. يقول لك يتساءل مراقبون. أنا أنقل أسئلة الناس وأسئلة الشارع على هذه المنصة. نعم يا سادة، يتساءل، وأسئلة كثيرة حول هذه الشعيرة وحول الفساد الذي بات ينخر فيها.